السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وشهيوة جديدة. اليوم غنصايبو مع بعضياتنا البسطيلة بالدجاج. كتجي هائلة لذيذة ومعلكة وسهلة في التحضير، وكتولي ان شاء الله عندكم معتمدة لانها اسهل ما يكون. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير: اول شيء عندنا هنايا الطنجرة اللي غنحطها فوق البوطة اللي غنطيب فيها. غندير فيها تقريبا 2 كيلو ديال البصلة. انا خلطت البصله الحمراء والبصله البيضاء، نتوما بامكانكم ديروا اي نوع ديال البصله بغيتو. كنقطعها على هذا الشكل وكنحطها هي كطبقه الاولى. من بعد كنزيد كاس، تقريبا كاس ديال اتاي، كنعمرو بالزيت، زيت المائده. نكبو فوق داك البصله، وعاد كنحط قطع ديال الدجاج. عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو ديال الدجاج، على حسب. انا عندي البسطيله كبيره شويه، داكشي علاش درت كميه ديال الدجاج كبيره حتى هي. يعني تقريبا هنا عندي 3 كيلو ديال الدجاج. كناخذ القطع اللي كيكون فيهم الهبره اكثر من العظم، يعني كنحيدوا داك العناق، يعني الجناح، ديك البلايص اللي فيهم العظومه بزاف كنحيدهم، وكندير غير الفخاذ والصدر، هما اللي كيكون فيهم الهبر، يعني هما اللي بغيت نحتاجهم. كندير تقريبا 3 كيلو. الكميه كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير القياس اللي بغى على حسب البسطيله قداش بغاها، كبيره ولا صغيره. انا هنا البسطيله كبيره شويه، داكشي علاش درت هاد الكميه. كنديروا معلقه كبيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه ديال الابزار، ومعلقه كذلك ديال القرفه. بالنسبه للسمن عندي حتى هو معلقه. بامكانكم تزيدوا ولا تنقصوا الكميه ديال السمن، عفوا، يعني على حسب كل واحد وشنو كيبغي يدير. انا هنايا درت معلقه ديال السمن. والثومه هنا عندي واحد سنينه ديال الثومه، 2 ولا 3 ديال السنينات، كنحكهم بحال هكا وكنديرهم فوق الدجاج. عندي القزبر ومعدنوس، تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق، حتى هو كنضيفو. كنخلط هذا الدجاج والبصله والعطريه باش ينسجموا لينا كلشي العناصر. وراه هنا في هذا الوقيته رانا شاعله البوطه، يعني انا نشعل البوطه اول حاجه، وعاد كنبقى نجمع المقادير، كنختصر الوقت، وفي نفس الوقت يعني انا خدامه. كنخلطها مزيان تتخلط لينا كلشي العطريه مع الدجاج. كنغطيها ونقص ليها البوطه مره ونخليها طيب. في هذه الوقيته هذه كان عندي هنايا واحد نص كيلو ديال اللوز، غسلته ونشفته مزيان، غادي ندخلو للفران يتحمر. هنايا من بعد ما حمرته مزيان كيف كتشوفوا اللون ديالو تبدل، تتحمر لينا، خرجته من الفران. هنايا الدجاج راه كما قلت لكم منقصه ليه البوطه مره، وهاد المريقه اللي طلق راه غير ديال الدجاج والبصله، راه ما كنديرش ليه الماء نهائيا. هنايا راه طاب ليا الدجاج صافي، غادي نهزو بالصفايه، غادي نهز غير قطع ديال الدجاج فقط. البصيله والمريقه كنخليها في الطنجره، ما كنحيدهاش، كنحاول نهز غير القطع ديال الدجاج. ديك المريقه اللي بقات لينا والبصله، حيدنا الدجاج كامل وخلينا غير المريقه والبصله. حطيتها، انا حولتها درتها في كاسرونه صغيره، وكنبقى نضيف عليها البيض. هنايا البيض غنضيف تقريبا 8 9 حتى 10 ديال البيضات، على حسب كل واحد وشحال بغى يزيد، يعني كيبقى اللي متوفر، ماشي ضروري ديروا داك القياس اللي درت انا. كنخليه فوق البوطه، منقصه البوطه، وانا كنحرك، وانا كنضيف البيض بيضه بيضه وكنحرك. كيف كتشوفوا هنا انا كيف قلت لكم كنزيدوا البيض والبوطه رانا شاعلها ومنقصاها ضروري. كنبقى نحرك بالزربه باش ما يتكترش لينا البيض ويدير لينا الطروفه ديال البيض كبار. كنخلطهم باش كينسجم لينا البيض مع المرقه، ما كيبقاش باين نهائيا. هنا كنحرك شويه باش شتوني كنحرك البيض، عاد كنحطوه باش ما يعذبنيش في التحريك، باش دغيا يتخلط ليا مع المرقه.
كيف قلت لكم الكميه ديال البيض بين 8 9 حتى 10 البيضات، نتوما حرين ديروا 8 ولا 9 ولا 10. كيف قلت لكم من بعد ما ضفت البيض اللي درته كامل وخلطته مزيان، غادي نضيف معلقه كبيره ديال القرفه. هنا عندي الروح ديال الزهر، كنضيف واحد 4 القطرات ولا 5 ديال القطرات ديال روح الزهر باش كتحيد لينا النسمه ديال البيض، وكتحيد لينا النسمه ديال الزفوريه ديالو، وكتجي واحد النسمه ديال القرفه مع روح الزهر كتجي رائعه. ملي كنديرهم كنحركو مزيان باش كيتخلط لينا ديك المنكهات ديال نكهه القرفه وروح الزهر مع البيض والمريقه ديال الدجاج. كنستمروا مره كنحركوها باش ما كتلصقش لينا في القاع ديال الكميله ولا الكاسرونه، وكتنشف لينا من داك المريقه حتى كتوقف لينا. كنبقاو نحركو، هانتوما كتشوفوا راه نشفات لينا، ما بقاتش المريقه نهائيا. نتوما كتحركوا كتطلع واحد الريحه ديال روح الزهر مع القرفه غزاله. صافي دابا راه ما بقاش لينا المرقه نهائيا، نشفات لينا العقده. غادي نطفيو عليها وغادي نبداو الطريقه ديال البسطيله باش غادي نصايبوها. هنايا انا درت ديك المريقه ديك العقده في الصفايه وحطيتها تصفى، وهذاك الليدام وديك المريقه اللي بقات فيها اللي عطلق راه غنحتاجوها. هذاك اللوز اللي تحمر طحنته هرمشته مزيان رقيق، وزدت عليه واحد المعلقه ديال القرفه والسكر كلاصي تقريبا 5 ولا 6 ديال المعالق. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه وكاين اللي ما كيبغيهاش. انا درت هنايا 5 حتى 6 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، بامكانكم تزيدوا الا بغيتوا الحلاوه اكثر. كنخلطها مزيان. هذيك الحبيبات ديال السكر كلاصي كنخلطهم، بامكانكم تغربلوه. انا نسيت ما غربلتهاش مع الزربه، حطيت نيشان سكر كلاصي. نتوما من الاحسن غربلوه باش ما كتبقاوش معذبين مع ديك الحبيبات ديال السكر كلاصي. هذيك الليدام ولا ديك المريقه اللي هبطات لينا من الدجاج ما كنضيعوهاش، كنحتاجوها هي باش كنعلكوا اللوز. هنا كنخلطوها مزيان بداك اللوز والسكر كلاصي. علاش كنخلط بهم؟ كتجي معلكه، باش ملي كتكون كتاكل البسطيله كتلقى اللوز معلك وفي نفس الوقت كيتقرمل فمك، كيجي واحد المذاق رائع. كنبقى نخلط حتى كتعلك لينا. نتوما كتشوفوا راه كتعلك لينا ديك العقده، واخا ما مطحوناش بزاف راه كتجي معلكه ومقرمله، يعني واحد المزيج رائع. الدجاج من بعد ما حيدته من المريقه، هانتوما شفتوا راه قطعته رقيق، حيدت منه العظومه كاملين الجلده، يعني كتبقى غير الهبره ديال الدجاج مقطعه هكا طريفات. من بعد ما كملنا المقادير كاملين غادي ندوزو للطريقه كيفاش غادي نقادو البسطيله. هنايا عندي الصينيه ديال البسطيله، غادي ندهنها بزويته اللي غندخلها الفران، يعني الصينيه اللي غتدخل الفران. كيف قلت لكم انا راه غادي ندير بسطيله كبيره، نتوما بامكانكم ديروا بسطيله صغيره. صافي كنهزوا الوريقات ديال البسطيله ديالنا، واخا تكون مقطعه ديك اللي كتكون لتحت ماشي مشكل، راه غنديروا فوق منها اوراق اخرين ما غاديش تخسر لينا والو. الطريقه ديال التقديم ديال التحضير ديالها راه باينه في الفيديو. هنايا من بعد ما فرشت الورقات ديال البسطيله الطبقه، يعني في الطبقه الاولى كنرشوها بالزبده دايبه، ضروري نرشو بالزبده.
وعاد كنحطوا الورقه الوسطانيه باش كتجمع لينا الورق كاملين اللي حطينا من التحت. وكل طبقه ديال الورقه د البسطيله اللي حطينا كنضيفوا فوق منها الزبده، ضروري الزبده دايبه. هنا كتبقى الاولى غنحطوا داك الكميه ديال الدجاج كامله اللي درنا، اللي صايبنا مع بعضياتنا، اللي قطعنا يعني الدجاج ديالنا كنحطوه هو الاول، كتبقى الاولى. كنقادوها في القاع ديال البسطيله باش كتجي حدا كلشي الدجاج، ما كيجيش الدجاج من جهه وجهه ما فيهاش الدجاج. من طبيعه الحال الا لقينا شي طريف ديال الدجاج كبير كنقطعوه باش يجيو متساويين، ما يجيش طرف كبير وطرف صغير. ولا لقينا شي عظام ولا شي طريف ديال جلد الدجاج ولا هذا كنحيدوه. يعني حنايا قطعناه وحيدنا العظومه كاملين، ولكن سبحان الله ما نعرف لا نساو شي حاجه. من بعد ما سالينا الدجاج كنضيفوا ديك العقده ديال البصله والبيض اللي درنا في الطبقه الثانيه، يعني الطبقه الثانيه كتجي من ديك العقده. حتى هي كنديروها فوق الدجاج، كتجي طبقه كامله كنساويوها باش ما تجيش جهه فيها الدجاج وجهه فيها العقده، ولا خص تجينا الطبقه متساويه كيف في كاع البلايص، تجي دايره العقده ويجي داير الدجاج. في الطبقه الاخرى اللي هي الطبقه الثالثه كنضيفوا داك اللوز اللي طحناه وقاديناه، درنا ليه القرفه والسكر كلاصي هو الاخر، كنضيفوه كطبقه الاخرى. حتى هو نفس الشيء كنديروه متساوي فوق لك العقده ديالنا والدجاج، كنديروه فوق منه كامل باش ما يجيش عاوتاني جهه فيها وجهه ما فيهاش، ولا جهه كثر من الجهه الاخرى. ضروري تجينا الطبقه متساويه. دابا ملي سالينا ديك العقده كامله، درنا المكونات كاملين، كنبداو نجمعوا في الورقه ديال البسطيله على هذا الشكل. راه ملي كتكون البسطيله شويه صغيره ولا متوسطه، الورقه كتجينا ملي كنجمعوها كتغطيها لينا كامله. انا كيف قلت لكم درتها كبيره شويه، الورقه جاتني يعني بقى لي الوسط خاوي، الحق ماشي مشكل، غادي نغطي كلشي بالورقه، كلشي غيجي مغطي. وضروري كيف قلت لكم كنرشوا بالزبده. دابا ملي جمعت بحال هكا قبل ما نغطي بالوراق الاخرين كنرش بالزبده دايبه. بالنسبه للطريقه ديال التغليف راها باينه في الفيديو، كتبعوا نفس المراحل اللي كتشوف. وحنا كنقادوها، حنا كنديروا الورقه، وفي نفس الوقت راه كنقادو الا بانت لينا شي جهه طالعه مثلا الحشوه كثرنا في واحد الجهه ولا الجهه الاخرى، راه كنقادو بيدين. يعني كيبقى عينك ميزان، كنتي كتقادي في الورقه وعينك ميزان كتشوفي واش مقاده واش مقاده الطبقه متقاده ولا لا.
هنايا صافي من بعد ملي درنا الورقه كامله كنتكي عليها انا بحال هكا باش كيجيني تبقى متقاد الوجه ديالي كيجي متقاد ما كيجيش شي جهه طالعه جهه نازله يعني بحال كنتاكد ان الوجه ديالها مقاد. صافي كندهن هنايا بالبيض، كنت عندي بيضه خلطتها مزيان كندهن الوجه ديالها كامل الحواشي ديالها باش كتحمر لينا مزيان في الفران وكيجينا تحميره وحده. من بعد ما دهنتها كامله بالبيض كندخلها الفران اللي سخون، كيكون عندي سخون بزاف كنقص ليه يعني نديرو في حراره متوسطه وكندخلو كنكون شاعل الفوق والتحت وكنخليها تحمر على خاطرها. ما كنجهدش الفران على البسطيله خاصها تطيب على خاطرها. هنايا كناخذ واحد كوردون ولا ابره ولا المهم شي حاجه رقيقه وكنتقب بها البسطيله باش ما تفرقعش لينا الورقه. كنتقبها كامله باش داك الهواء اللي كيكون لداخل ما كيطرطقش لنا الورقه. من بعد ما تحمرت لينا البسطيله في الفران غادي نقدموها دابا، غادي نحطها في الطبسيل ديال التقديم. غادي نحاولوا عليها حيت الورقه راه كتكون باقا سخونه وكتكون دغيا كتطرطق، يعني نحطوها بشويه علينا ونبداو في الطريقه ديال التزيين باش نقدموها. انا هنايا الحاشيه ديال البسطيله دهنتها بالعسل اللي منسم بروح الزهر حتى هو، كندهن غير الحاشيه. طريقه التزيين كتبقى اختياريه، كل واحد كيزين يعني بداكشي اللي متوفر عنده باي الذوق ديال كل واحد. انا عندي طريقه تزيين بسيطه ويعني سهله ما فيهاش تعقيدات نهائيا. غادي ندير هنا عندي لوز ايفيلي اللي محمر بطبيعه الحال، غادي نرشو في الحاشيه ديال البسطيله كامله اللي دهنتها بالعسل. هذاك العسل الدور ديالو انه كيشد لينا اللوز ما كيخليهش يطيح لينا، يعني كيف كنحطوه كيلصق فوق العسل. من بعد كنضيفوا على حدا اللوز كنرش شويه ديال السكر كلاصي. ومن بعد ديك العقده عقلت على العقده اللي درنا فوق الدجاج خليت شويه غادي نديرها هنا فوق البسطيله، كتجي رائعه كتجي بنينه ومقرمله فوق البسطيله كتجي غزاله جربوها. كنديرها عاوتاني حدا السكر كلاصي. صافي في الوسط غادي ندير شويه ديال الكاوكاو اللي هرمشتو محمر ومهرمش بحال هكا، يعني كيجي اختلاف ديال الالوان وصافي وبسيط زين بسيط. بامكانكم ديروا كيف قلت لكم اي حاجه تزينوا بها تزوقوا بها البسطيله ديالكم، راه كيبقى داكشي عاود على حسب المتوفر. وبصحه والراحه، نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتعجبكم البسطيله. الى اللقاء.